كنا وصلنا المرة اللي فاتت لما جيسيكا طلبت من بطلنا المساعدة، وبطلنا فعلا راح معاها للمأمور واكتشف إن كل الموجودين متحولين، فبيعرفهم بطلنا إنه هيساعدهم بس بشرط إن محدش شافه هنا ولا هو جه، وبيوعد جيسيكا إنه هيرجع كلارا، وبيطلب من المأمور إنه يوفر له أوضة فاضية وتكون عازلة للصوت. فالمأمور بياخده لزنزانة الحجز وبيعرفه إنها أقرب حاجة لغرفة عازلة للصوت، وبيجهز له المراتب والمخدات اللي طلبها، وبيقول له إنه مش عارف هو بيخطط لإيه بس لازم تكون عارف إن الوقت مهم جدا. فبطلنا بيطمنه وبيعرفه إن كل حاجة هتخلص بعد 10 دقايق، بس المأمور بيديله 5 دقايق، وعلشان كده بطلنا بيتوتر شوية لأنه ورط نفسه في حاجة أكبر منه، ولو فشل مش هتبقى المنظمة بس اللي هتكون بتطارده، هيكون أغضب مصاصين الدماء وخيب أمل المتحولين. بس ما يقدرش يكون واقف متكتف وما يساعدش بعد ما شاف كلارا مربوطة ووحيدة، بس بيفكر في الساحرة لأنه ما يعرفش قدراتها بس بيجهز نفسه علشان يبدأ المهمة. وبنعرف إن من فترة بطلنا كان عمال بيدرس في قدرات وإمكانيات السحر المكاني، وإنه بينفي الكلام إن ملوش قدرات هجومية، وبتيجي فكرة في دماغه إنه يدمج السحر مع السلاح، يعني ممكن إنه يصنع بوابة قدامه ويرمي السلاح وهو ممكن ينتقل عبر البوابة قدام الشخص التاني، وهيكون الموضوع أسهل مع البنادق والأسلحة النارية. وفعلا بيبدأ سلسلة القتل في مصاصين الدماء، وبيبدأ بالساحرة علشان يبطل قوتها، وبيكمل في الباقي الموجودين في الغرفة. بعد ما بيخلص بيحاول نقل كلارا قبل ما يوصل باقي مصاصين الدماء. بيكون الموضوع صعب في الأول لأن طاقته السحرية بتكون قلت كتير في عملية القتل، بس بيستجمع باقي طاقته وبيقدر إنه ينقلها قبل ما يدخل باقي مصاصين الدماء. وبتحصل حالة من الارتباك بين مصاصين الدماء في الفندق أول ما بيدخلوا الأوضة وبيشوفوا المجزرة اللي حصلت، وبينادوا على بعض علشان يفتشوا الفندق علشان حصل هجوم عليهم. بس بطلنا مش بيوقف قتل وبيقول لهم محدش هيخرج من هنا حي النهاردة، وبيدور فيهم القتل واحد بعد واحد وبيخلص عليهم كلهم. وبيكون المأمور واقف هو وجيسيكا قدام الزنزانة ومستنيين الوقت يخلص، وبطلنا بيخرج وقتها من الغرفة وبيقول لهم إن كلارا جوه. وبتدخل جيسيكا تطمن عليها، وبيكون المأمور مصدوم لأن ما فاتش على دخوله غير 45 ثانية بس، وبيسألوا إيه اللي حصل لمصاصين الدماء، فبيعرفوا بطلنا إنهم ماتوا كلهم وإنه يحتاج يطلب رجال الإطفاء علشان الفندق. فبيوقفوا المأمور وبيقول له إزاي عمل كده ومش شامم عليه أي طاقة سحرية. بس بطلنا بيغير الموضوع وبيقول له اطلب رجال الأطفاء بسرعة قبل ما يتحرق الفندق والحي كله. وبيروح بطلنا للعربية وبيجهز نفسه علشان يرجع للبيت لأنه جمع غنايم كتير ومحتاج إنه يرتبها. وبتخرج له جيسيكا وبتنادي عليه وبتشكره على مساعدته وبتديله بوسة على خده وبتقول له إنها هترجع لكلارا. وبيتوتر بطلنا من اللي حصل ووشه بيحمر من الإحراج وبيكون مش عارف يرد عليها. وبيتجمع المأمور أرثر وباقي المتحولين وبيكلموا الزعيم تشستر وبيبلغوا ان المشكله اتحلت خلاص. فبيستغرب وبيسألوا ايه اللي حصل، وبيأكد أرثر عليه وبيطمنوا ان مفيش حد من المجموعة متورط فيها. فبيستغرب تشستر اكتر وبيأمره انه يبلغوا باللي حصل. فبيقول له ان راجل عرض عليه انه يساعد وعرفه انه ما يسألوش اي اسئلة، وبيكون حتى شاكك انهم يعرفوا اسمه الحقيقي. فبيسألوا تشستر اذا كان متحول اخر ولا ساحر، فبيرد عليه انه شاف وشم ساحر عليه بس ما شمش اي ريحة سحرية. فبيعرفوا تشستر انه ممكن يكون من الجن، وبيعرفوا ان مصاصين الدماء مش هيكونوا مبسوطين. بس بما انك تعرف المعلومات البسيطة دي عنه زي ما انت بتقول، فهم كمان ما يقدروش يعملوا حاجة. فبيقول له أرثر في كل الأحوال إحنا بندين ليه. فبيرد عليه تشستر عندك حق، بس مين بالظبط اللي بندين ليه؟ وبيأمر أرثر إنه يراقبه أكتر لأنه لو طلع ساحر فما نقدرش نثق فيه. وبيرجع بطلنا البيت وبيستحمى وبيقول ان بقاله نص ساعة بيستحمى، ومع كده هو لسه حاسس ان هو مش نظيف. بس بيعرف ان الاحساس ده علشان هو قتل اشخاص النهاردة هم مصاصين الدماء، بس الموضوع كان سهل جدا مع اني لسه بادئ اتعلم السحر، ومع كده دمرت وكر كامل من الوحوش. لو كنت من النوع الاشخاص الاشرار ما كانش حد عرف يقف قصادي او يوقفني، وممكن تكون منظمة غار محقة في فرض قيود تقيلة على الصحراء. بس لو كان الموضوع في ايد غار كانت كلارا لسه مقيدة في غرفة الفندق. لازم يكون في حل افضل، وحريق الفندق اكيد حرق اي دليل على تورطي، بس مفيش حاجة بتمنع عائلة لانغلي انها تفضح اللي حصل. وبيكون متضايق جدا وبيقول انه ما كانش لازم يروح القبو مع المتحولين، وبيقول لو كنت ذكي اكتر كنت نفذت كل حاجة من غير ما حد يعرف غير جيسيكا. وكان بيتمنى انه يقدر يستنى في القرية لوقت اطول لانه حان الوقت علشان ينتقل لمكان تاني. وبنشوف المأمور أرثر وصل لمطعم البلدة، والبنت اللي واقفة هناك بتقول له انهم مستنيينه تحت. فبيرد عليها المأمور وبيقول لها قولي لي انهم ما بعتوش مصاصين دماء، وبيبقى شامم ريحة ساحر وجنية. واول ما بيدخل المكتب بيعرف انهم عملاء المنظمة،
فبيرحبوا بيه وبيعرفوه بنفسهم. الأول اسمه العميل راي دانفورس، ودي العميلة فيليشيا بلاك. فبيرحب بيهم أرثر وبيقول لهم أتمنى إنكم تساعدونا في تنظيم كل اللي حصل. فبيسألوا العميل راي على آخر الأخبار في تنظيف الفندق. فبيرد عليه أرثر إنه لما كان هناك كان الفريق لسه بيحفر، بس هو جاهز الجثث ليهم. فبيدخلوا علشان يشوفوها، وبيقول راي إن ده مثير للاهتمام لأن كل الجروح متطابقة. فبيقول له أرثر أكيد دلوقتي هتوافقني على إنه مش من أعمال المتحولين، وبصراحة إحنا في حيرة من اللي حصل. فبيبصوا له العميل راي وهو مبتسم وبيعرفه إنه متأكد إنه ما يكتشفوا ده، وبيطلب من العميلة بلاك إنها تديهم رأيها. فبتقرب منها، وأول ما بتحط إيدها على الجثة بتتفعل طاقتها وبتقدر إنها تشوف آخر لحظات الجثة عاشتها. ولما بتلمس أول جثة بتقول إنه كان نايم ولا سمع ولا شاف حاجة، ولما لمست الجثة التانية بتقول إنه سمع صوت طلقات نارية لكنه مات قبل ما يعرف مين. فبيتضايق العميل راي جدا وبيقول إنه أكيد حد شاف حاجة. فبتعرفه بلاك إن كل اللي حصلت عليه هو مجرد تشويش ومحدش عنده صورة واضحة. فبيقول راي إن أكيد القاتل عنده خبرة كبيرة. فبيفكر أرثر وبيقول إن ده مخيف. فبيلاحظ العميل راي وبيسأله بيقول إيه. فبيتوتر أرثر جدا وبيقول له إن مجرد الأضرار وكل اللي حصل ده مخيف. فبيبص له راي وكأنه بيقول له انت مخبي ايه، وبيقول له خايف اقول لك اننا هنطول اقامتنا في القرية لوقت اطول، لان من الخطر جدا اننا نسيب شخص قام بالافعال دي كلها. فبيرد عليه ارثر وشكله متوتر جدا انه هيرتب غرفة ليهم ويقدر ينقلهم دلوقتي لو حابين. فبيعرفوا العميل راي انهم عايزين يستجوبوا بعض سكان القرية، لان بما اني اخترت اني اصدق ان مجموعتك مش متورطة فعندنا خيارين. الاول ان الشخص المسؤول عن اللي حصل اتصادف وجوده في الوقت المناسب، وده معناه اننا مش هنمسك بيه ابدا. والخيار التاني انه يكون شخص من القرية بس مش من اهلها، وممكن ان مصاصي الدماء استفزوه وجروه للعنف. فبأكد له أرثر إن مفيش أي محل يقدر إنه يقضي على وقر كامل لمصاصي الدماء. فبيرد راي إنهم لازم يتأكدوا من ده بنفسهم. وبنروح عند بطلنا وبيكون واقف قدام شنطة فيها أسلحة وفلوس وبعض هاردات الكمبيوتر، وبيكون ده كل اللي جمعه من وقر مصاصين الدماء. وبيفحص الأسلحة وبيكتشف إن أسلحة عادية جدا ما فيهاش أي سحر، أما الذخيرة هي اللي مختلفة جدا، في منها سيلفرايت وموردرايت وكورايت. والمنتديات بتقول إن المواد دي بتستخدم ضد المتحولين ومصاصين الدماء والجن. وبيفرح بطلنا جدا لانها هتكون مفيدة، وبياخد باله بحاجة صلبة. فبيمسكها وبيكتشف انها لوحة خزفية مرسومة عليها كلمات سحرية. فبيعرف انها ملك للساحرة، وبيقرر انه يفحصها بشكل ادق بعدين. وبيقول ان الافضل بيجي في الاخر $100,000 وسبائك ذهب. وبيقعد يفكر شوية وبيقول ان الفلوس اللي حطها في البيت الجديد ايد اختياراته، علشان كده قرر يخصص جزء كبير من الفلوس والسبائك كصندوق طوارئ. وبيقول انه في اسوأ السيناريوهات المبلغ اللي معاه يقدر انه يوفر له استقرار في مكان تاني، وبيكون محتاج انه يعيد ملء مستلزمات السحر الخاصة بيه. والاشياء اللي بيشتريها من متجر الادوات مش بتناسب التقنيات المتوسطة، والالواح الخزفية اللي حصل عليها ما بيكونش عارف هي بتعمل ايه، بس بيكون متأكد إن الساحرة ما حصلتش عليها من متجر محلي. وبيقول إنه ممكن يحتاج إنه يبحث عن مواد معينة تتصنع خصيصا ليه، بس بيتصدم لأنه بيحس بوجود شخص بره البيت. فبيتوتر جدا وبيبص حواليه علشان يعين الشنطة، لأن ما ينفعش يسمح لحد إنه يشوفها. وبعد ما بيعينها بيفتح الباب وبيرحب بيهم وبيسألهم لو كل حاجة كويسة، وبيكونوا كلارا وجيسيكا، وبيعرفوه إنهم كانوا متأكدين إنهم هيلاقوه هنا. فبيضحك بطلنا وبيسأله لو كان لازم إنه يغادر. فبتقوله جيسيكا لا انا سعيدة انك هنا، وبتعرفه ان في عملاء غار في القرية علشان التحقيق. فبيتصدم بطلنا من كلامها مع انه كان عارف انهم هيجوا، بس هما موجودين فعلا دلوقتي. وبتقوله كلارا انها طلبت من جيسيكا انها تجيبها، فبتتمنى انه ما يكونش متضايق وبتجري عليه وبتحضنه وبتشكره على اللي عمله. فبيطمنها بطلنا وبيقول لها خليكي فاكرة انا ما كنتش هناك. فبيعرفوه انهم فاهمين ده، بس في نفس الوقت ما يقدروش ينسوا اعتقادنا انك مش هتقدر تيجي للمطعم، علشان كده احنا جبنا لك الاكل. وبيقطع كلامهم صوت بطن بطلنا فبيحس بالاحراج، وبيقول لهم ان شكله بدأ يحس بالجوع، وبيدخلوا علشان ياكلوا مع بعض. وبيسأل جيسيكا عن عملاء غار، فبتعرفوا ان والدها التقى بيهم النهارده الصبح، وتقريبا حد فيهم بيقدر انه يتكلم مع الموتى، بس ما قدروش يعرفوا اي حاجة لحد دلوقتي. وكانوا بيبحثوا في الفندق لمدة يومين، بس كل حاجة اتحرقت في الحريق وما اعتقدش انهم هيلاقوا اي حاجة. فبيشكرهم بطلنا علشان عرفوه بكل الاخبار، وبيقول ان لحسن الحظ ان مفيش اي مصاص دماء فهم انا كنت بعمل ايه. وبتعرفوا جيسيكا ان تشستر قلقان ان مساعدتك ممكن تكلف حاجة ما يقدرش انه يتحملها. فبيستغرب بطلنا وبيسألها مين الفا تشستر. فبتعرفوا ان المأمور ارثر هو كبير القرية، بس لازم يرفع تقاريره لألفا الغرب الاوسط اللي اعلى منه.
ومعنى إنك ساعدتنا فإنك ساعدته. بيرد عليهم بطلنا إنه ما عملش ده علشان مقابل أو مكافأة. فبتستغرب جيسيكا وبتقوله يعني مش بتفكر إنك تحملنا دين أو أي حاجة. فبيعرفهم إنه مش مديون ليه بأي حاجة، والأفضل إننا ما نتكلمش في الموضوع ده تاني. فبتضحك كلارا وبتقوله أفواهنا مغلقة. وبنروح عند عملاء المنظمة وهما واقفين وسط الحطام الفندق وبيسألوا واحد من المسؤولين عن التنظيف لو كان في حاجة مثيرة للاهتمام. بيعرفهم إن عنده قراءات لوجود ساحر بس مش هيفيدنا بحاجة. فبيتضايق جدا العميل راي وبيسأله لو كان مع مصاصين الدماء ساحر، فبيرد عليه بس مفيش أي قراءات تانية. فبيسألوا راي لو عنده حاجة تانية يقولها. فبيعرفوا إن معاه قائمة بكل الأشياء المفروض تكون موجودة في الوقت بس كلها اتسرقت. فبيتضايق راي وبيقول إن مجلس مصاصين الدماء هيكون غضبان جدا، وبيطلب من العميلة فليشيا إنها تبعت إشعار بكل العناصر اللي اتسرقت علشان يحددوا مكانها لو تم بيعها. وبيعرفها إنه شايف إن الحريق ده غريب، كان ممكن إن العشيرة تطلب الإطفاء، ليه سابوا الأمور توصل للشكل ده قبل وصولنا. فبترد عليه فليشيا إنه بالنسبة لهم هم مش متورطين. فبيقول لها ري إن المتحولين بيتصرفوا كأنهم ما يعرفوش حاجة بس كلهم بيخفوا حاجة. وبيكون معاه قائمة بأسماء كل المقيمين في القرية، وعمل مقابلة مع 46 واحد منهم. وجه الدور على اسم بطلنا وبيوصلوا عند بيته بيخبطوا عليه، واول ما بيفتح بطلنا بتصدم منهم من كمية الطاقة اللي حواليهم، وبيعرف انهم اقوى من مصاصين الدماء بكتير. وبيخرجوا بطايق التعريف بتاعتهم وبيعرفوه انهم بيحققوا في الحريق اللي حصل في الفندق، وبيسألوه لو يمانع انهم يدخلوا ويسألوه شوية اسئلة. فبيقول لهم بطلنا ان النوع ده من الاسئلة هيحتاج وجود محامي. فبترد عليه فليشيا انه مش محتاج محامي، وبتحاول تستعمل قوتها عليه. بس بطلنا بيقول انه حاسس انها بتهدده، والعميل ري بيقرب منه بسرعه وبيقول له لو المأمور عرفه اي حاجه عن مصاصين الدماء في القريه. فبيرد عليه بطلنا انه فاهم كويس هو بيتكلم عن ايه. فبتحاول فيليشيا تستخدم قوتها وبتقول له قول لنا اللي تعرفه عن الحريق. فبيرد عليها ان كل اللي يعرفه كان سمعه في الاخبار وان ما عندوش حاجه يقولها. بس العميل ري بيبصله بنظره قويه وكانه عارف انه مخبي حاجه، وبيسيبه ويمشي. بطلنا بيكون متوتر جدا لانهم كانوا قريبين قوي من انهم يكتشفوه، لان العميله فليشيا كانت طول الوقت بتحاول تفعل عليه نوع من السحر. وبيلتفت له راي تاني وبيقول له اخر حاجه هقولها لك، ما تسيبش المدينه الفتره دي لانك رسميا شخص مهم في القضيه. بس اول ما بيسمع بطلنا الكلام ده بيتصاب بحاله من الذعر لان المنظمه بقت وراه. علشان كده بيقرر انه لازم يمشي من المدينه لان مقاومته للسحر فليشيا جعلته مشتبه به رئيسي. لأن مقاومته لسحر فيليشيا جعلته مشتبه به أكتر، وهي مسألة وقت قبل ما المزيد من عملاء المنظمة يوصلوا عندي. وبيتخيل جيسيكا وكلارا وبيقول إنه كان بيتمنى إنه يقعد في المدينة أكتر من كده، بس البقاء على قيد الحياة هو الأهم. وبعد شوية وقت هيلاحظوا إني هربت، وأكيد هتصدر المنظمة أمر باعتقالي. لكن لو فضلت على الطرق الخلفية وفعلت إحساسي المكاني هفضل بخير. وأثناء قيادته على الطريق بيشوف عربية معروضة للبيع، فبيتبسط جدا وبيدخل المتجر وبيقابل البائع. وبيكون توقعه صح لأنه طلع متحول وهو نفس نوع السحر لعائلة لانغلي. فبيسأله إزاي يقدر يساعده. فبيعرفوا بطلنا انه محتاج بطاقة هوية جديدة، واتقال انه يقدر يساعده. فبيستغرب البائع من كلامه وبتسود لحظة صمت في المحل، وبيكسر الصمت ده بطلنا وهو بيخرج سبيكة ذهبية وبيديها للبائع. وبيتصاب البائع بالذهول وبيقول لبطلنا خليني اشوف، وبيسيبه وبيرجع له بعد 10 دقايق وبيديله بطاقة هوية جديدة باسم دينفر براون، والوظيفة استاذ، ومفتاح عربية جديدة. وبيقول له اعتقد ده هيغطي احتياجاتك العامة والسحرية. وبيسأله لو في حاجة تانية يقدر يساعده. فبيسأله بطلنا عن مكان يشتري منه كتب سحرية للمبتدئين. فبيرد عليه انه يجرب متجر بيرسون في شارع فيفس، بس هناك مفيش كتب كتير بالشكل ده. وبطلنا بيكون فاهم ده لان المنظمة بتكون مشددة على كمية المعلومات اللي خارجة. فبيشكره بطلنا وبيمشي، وبتذكر آل لانغلي وبتساءل لو علموا برحيله ولا لسه. وبيبقى حزين جدا لانه سابهم فجأة، والمأمور وجيسيكا وكلارا كانوا لطفاء جدا ومتعاونين جدا. فبيقرر انه يوصل لهم رسالة. وبعد شوية وقت بيفتح بوابة بجوار البائع المتحول وبينادي عليه. فبيتخض البائع فبيسأله بطلنا لو ممكن انه يوصل رسالة لألفا الغرب الأوسط تشيستر. فبيسأله البائع مين هو، بس بتجاهل بطلنا سؤاله وبيقول له انه يعرف الألفا ان صديق كلارا بأمان. وفعلا بيتصل البائع بتشيستر وبيبلغه باللي حصل، بس تشيستر بيرد عليه انهم ما يبحثوش عنه لانه رجل خطير للغاية. وبيكون معاه 2 من المتحولين اللي شافوا بطلنا وقت ما كان بينقذ كلارا. فبيسألهم لو كانوا يقدروا يميزوا ريحته، فبيأكدوا له انهم يقدروا. فبيوكل لهم مهمة ان هم يدوروا عليه ويجيبوه، وبيوافقوا وبينصرفوا.